يا شيخ علي. ايه يا عم صلاح؟ عامل ايه؟ ابنك عامل ايه صحيح؟ الحمد لله يا عم. ده بقى لبلب بقى في الانجليزي بقى ايه 100. والله جاب كام في الانجليزي؟ ده جاب 100% يا باشا ما شاء الله. الواد ده 100 يعني. طب والدين جاب فيه كام؟ يا عم علي ما بقاش يضاف في المجموع يا عم علي. اهم حاجه الانجليزي يا شيخ علي. يعني الدين ما بينضافش في المجموع فانت مش فارق معاك؟ لا الواد اهم حاجه الانجليزي يا شيخ علي دلوقتي. طب ازاي يا عم صالح؟ الله. طب بقول لك ايه يا عم صالح؟ اتفضل. الفكر اللي انت بتتكلم بيه ده بقى فكر ابهات كتير قوي وامهات للاسف، بقى فكر اسر كتير قوي. زمان يا عم صالح لما كان ولد يختم القرآن كان ممكن والده يجيب جمل ويذبحه والدنيا كلها تروح تبارك له والافراح ما شاء الله. دلوقتي بقى اللي بياخد قرص في الانجليزي وهو طفل صغير ويعرف يتكلم كلمتين في الانجليزي ويكتب كلمتين انجليزي بتلاقي ما شاء الله ابوه سعيد قوي. انت دلوقتي بتقول لي ابنك جاب 100% في الانجليزي، ما عنديش مشكله خالص، بالعكس احنا لازم نتعلم لغه الغير ولازم نتقدم في التكنولوجيا ولازم نواكب الواقع والعصر اللي احنا فيه. لكن هل ده ياخدنا عن الدين يا عم صالح؟ او مسالك تقول لي اصل الدين ما بينضافش للمجموع، يعني الدين ما بينضافش للمجموع، معلمش ابني دينه اللي هو هينفعه في الدنيا والاخره. هو يبقى ابنك ولا ابني ولا انا ولا انت ينفع نعبد ربنا صح من غير ما نتعلم دين يا عم صالح؟ ينفع نصلي من غير ما نتعلم دين؟ ينفع نصوم من غير ما نتعلم دين؟ ينفع نحترم ابهاتنا وامهاتنا من غير ما نتعلم دين؟ ينفع نعامل جيراننا كويس من غير ما نتعلم دين؟ ينفع نمتنع عن اكل الربا واكل مال اليتيم والتخلق بالاخلاق السيئه؟ ينفع نمتنع عن كل ده من غير ما نتعلم دين يا عم صالح؟ ابنك ده لو ما علمتوش دينه بعيد عن ان الدين بينضاف للمجموع او ما بينضافش للمجموع، انت اللي هتخسر يا عم صالح وهو هيخسر دينه وهيخسر اخرته، صح ولا لا؟ يبقى لازم يا عم صالح قبل ما تعلم يعيد ابنك انجليزي كويس وتفرح انه قوي قوي في الانجليزي، لازم تعلمه دينه، تعلمه اللغه العربيه. زي ما انت فرحان انه جاب 100% في الانجليزي لازم تفرح انه يجيب 100% في العربي. ليه؟ لأن القرآن الكريم اللي هو دستور الأمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو دستورنا يعني، القرآن الكريم نزل باللغة الإيه؟ العربية. ولا يفهم القرآن إلا باللغة الإيه؟ العربية. يبقى أنا قبل ما أدي ابني فرنساوي وإنجليزي والكلام ده كله، وأنا بقول لك أهو إحنا بنشجع إن إحنا نتعلم اللغات التانية ونتقدم في التكنولوجيا ونبقى بارعين قوي في كل حاجة، لكن بس عندنا إيه؟ الأساس بالنسبة لنا إيه؟ الدين. فعشان كده انت زعلتني يا عم صالح، كنت اقول لك الف مبروك لما لقيتك بتقول لي الدين ما مش فارق معاك وما بينضافش للمجموع. انا مش هقول لك الف مبروك الا لما تروح تخلي ابنك يشد على نفسه كده وياخد كتاب الدين ويروح لاي مدرس كده يشرح له وتلاقي الولد جميل قوي في ايه؟ في دينه. تمام.